ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل. الوقت بقى المفروض ان انا دلوقتي هكتب 2 كاردكس بس او 1، بس انا هكتب 3 عشان لو انا شخبطت كتير في الورقة يبقى انا اكتب معايا يعني 3 احتياطي عشان يبقوا جاهزين. فلازم اكتبه كده واعمل البيانات الاساسية عشان املاها في الامتحان لان الامتحان جاي فيه جزء مقالي. وده كان الشكل النهائي. يا رب بس اكون سبت مسافات كويسة عشان اعرف اكتب فيها الاجابة وخير ان شاء الله. يا رب السؤال ده يجي سهل. هبدأ بقى اذاكر مواضيع اللي انا كنت ملخصاها في العملي في الكشكول، وكمان هذاكر شوية محاضرات من النظري عشان برضو اعرف اجيب تلخيصات. يا جماعة بتنفع جدا في فترة الامتحانات، بتساعدنا كتير يعني بتوفر وقت كبير وكمان بتلملنا الحاجات اللي احنا المفروض نركز عليها، مش ان احنا نقعد نراجع من الاول وجديد، لا هي بتركز لنا على الحاجات اللي احنا عاوزين نركز عليها ومحتاجين نفتكرها اكتر. من تجربتي الكتير مع الامتحانات المتكررة يعتبر اكتر حاجة بتواجهنا في الامتحانات هي التوتر والخوف، وعشان نتغلب على المشاعر دي لازم نعمل اللي علينا ونذاكر لحد اخر لحظة. كونك بتعمل اللي عليك وبتذاكر حتى لو قبل الامتحان بساعة واحدة فده كفيل يخليك راضي دايما ومطمن. افتكر دايما انه مجرد امتحان وانه هيعدي سواء صعب او سهل، المهم
تكون راضي ومطمن لانك عملت كل اللي عليك. دايما بشوف ان ربنا هيجازيني خير حتى لو انا بسعى وبعمل مجهود قليل، لانه شايف قد ايه انا بسعى وقد ايه انا بذاكر وقد ايه انا بحاول باستمرار. اكتر طريقه بتفيدني في الامتحانات هي تحديد اهم المحاضرات واهم الاجزاء اللي بيجي منها الامتحان، وخاصه المحاضرات الكبيره عشان اديها وقت واولويه اكبر. دايما المحاضرات الكبيره بيجي عليها جزء كبير جدا في الامتحان، فعشان كده لازم تديها وقت كبير وتقسم وقتك بطريقه صح. واكتشفت كمان حاجه مهمه جدا، وهي اننا بننسى ناخد فترات راحه ما بين وقت المذاكره، وخاصه ايام الامتحانات. فترات الراحه لو حتى 10 دقايق ما بين فترات المذاكره وبعضها حاجه مهمه جدا، وبتدينا تركيز وانرجي ان احنا نكمل. وانا عن نفسي فترات الراحه دي بتديني مساحه كبيره جدا ان استوعب كم المعلومات الكبير، وخاصه في المراجعه ايام الامتحانات.